بص الراجل ده بقى طالع متضايق قوي. مين بقى الراجل ده؟ اللي هو رئيس شركه بيجاسوس، او المسؤول عن شركه بيجاسوس اللي هي الخطوط الجويه التركيه الاقتصاديه. لان كانت وزاره الطيران التركيه قررت ايه؟ قررت ان اي حد ياخد تذكره سواء اقتصاديه او غيره على الخطوط التابعه لتركيا تبقى ازازه الميه بتاعته مجانا. اللي ما يعرفش ان مثلا حاجه زي بيجاسوس او حاجات زي اللي هي الطيران الاقتصادي كانت الميه فيها بفلوس. فالراجل طالع بيقول لك كمان ان هو مش عاجبه، بس هو مجبر. ليه؟ لان الموضوع ده بقى بيكلف الشركه 2 مليون يورو سنويا. انتوا عارفين ان انتوا ممكن تحسبوها يا عم ايه العفانه دي، ما هي ازازه ميه مش فارقه الحاجات دي كلها. عايز اقول لكم ان الطيران الاقتصادي ده واللي جربه كتير هيعرف ان حتى اللي مش عارف ايه بتفرق معاهم، او حتى اللي مش عارف ايه بيحاولوا ان هم يطلعوا منها فلوس. يعني اقول لكم مثلا من ابسط الحاجات، انت المفروض ان انت قبل الطياره بشويه بتعمل تشيكن اونلاين، حتى لو لازم تعمله في المطار. ولو ما عملتش كده هتروح البوردنج بتاعك ان انت تعمله هيدفعك 50 يورو. ودي للاسف حصلت معايا في ويز اير، بس يلا مش مشكله بقى، عفا الله. عموما بقى انا لما بركب الطيران ده نصيحه مني كده، انا بعمل سندوتشاتي وبعمل كل حاجه وبطلع الطياره برنس في نفسي. فاللي جرب الطيران ده قبل كده يقول لنا بيتعامل مع الطيران ده ازاي بقى.